اوكي يا شباب، عندنا هنا كوتشينة عادية جدا. عندنا هنا توقع هنخليه قصادنا هنا طول الوقت. طيب هنعمل ايه بقى في الكوتشينة دي؟ خلونا نلخبطها بالشكل ده. طبعا هنطلب من الشخص اللي قصادنا انه يختار اي ورقة من الكوتشينة. حرفيا احنا مش هنجبره ان هو يختار اي حاجة خالص، ممكن يختار اي ورقة هو عايزها. طيب فلنفترض ان هو مثلا اختار الورقة دي. طبعا هو يشوفها، احنا مش عايزين نعرف هي ايه، او حتى لو عرفنا هي ايه دي مش هتفرق معانا في اي حاجة خالص. عندنا هنا 7 اسبيد، هنطلب منه ان هو يحطها بايديه وسط الكوتشينة في اي مكان هو عايزه. يعني فلنفترض ان هو حطها هنا بالشكل ده. لحد دلوقتي احنا ما عملناش اي حاجه خالص، هو اللي سحب الورقه بايديه وهو حط الكوتشينه بايديه جوه الورقه هنا براحته خالص. هنشوف بقى التوقع بتاعنا موجود فيه ايه. التوقع بتاعنا موجود فيه رقم 27. هنعد 27 ورقه هنا ونشوف يا ترى الورقه بتاعته هتبقى رقم 27 ولا لا. ودلوقتي الورقة بتاعته رقم 27 او مش رقم 27. خلونا نشوف فعلا الورقة بتاعته جت رقم 27 زي ما التوقع بتاعي كان بيقول بالظبط. طيب دي كانت الخطوة بتاعتنا النهاردة، ويلا بينا نروح الشرح. اوكي يا شباب، وخلونا قبل ما نبتدي متنساش تنزل تحت وتعمل كومنت جميل علشان اجمل 3 كومنتات هيظهروا معانا الحلقه اللي جايه، ودول اجمل 3 كومنتات من الحلقه اللي فاتت. كمان ما تنساش ان اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا، فانزل بقى تحت واعمل لايك جميل وخلونا نبتدي. خلونا بقى ناخد فكره سريعه عن الكوتشينه. الكوتشينه بيبقى فيها 54 كارت، فيها 2 جوكر، فيها 13 كارت قلب، فيها 13 كارت دايموند، فيها 13 كارت سبيد، و13 كارت ورقه شجر. دي الكوتشينه بتاعتنا، بس مش دي الكوتشينه اللي احنا هنستخدمها النهارده. الكوتشينه اللي احنا هنستخدمها النهارده فعلا 54 كارت، بس في الحقيقه هي مش زي اي كوتشينه، لان عندنا 27 كارت مختلفين، عندنا 27 كارت مشابهين ليهم تماما. يعني اللي احنا هنحتاج كوتشينتين. هنطلع 27 كارت و27 كارت طبعا مشابهين ليهم تماما. طيب ايه الكروت اللي احنا هنطلعها من الكوتشينه هنا؟ هنطلع 7 كروت قلب احمر، هنطلع 7 كروت دايموند، هنطلع 7 كروت ورقه شجر، وهنطلع 6 كروت اسبيد بالشكل ده. ودول يا شباب اللي احنا محتاجينهم: 7 كروت قلب احمر، 7 كروت ورقة شجر، 7 كروت دايموند، و6 كروت اسبيد. طبعا بعد ما تفهم الخدعة بتمشي ازاي ممكن تغير في ارقام او اشكال الكروت دي براحتك جدا. هنحتاج الجزء التاني شبيه بالجزء الاول بالظبط، يعني هتجيب كوتشينتين هتطلع منهم الكروت دي، وبعدين هتجيب كوتشينة تانية مختلفة هتطلع منهم نفس الكروت. طيب طبعا انت بتختار الكروت اللي انت عايزها، مش مهم، اهم حاجة يبقوا في النهاية 27 كارت. هناخد اول جزء بتاعنا، اي جزء فيهم هناخد الجزء ده بالشكل ده، وهنبتدي نلخبطهم بشكل عشوائي جدا بحيث ان ما يبقاش فيهم اي ترتيب. اي شخص يمسك الكوتشينه يتاكد ان مفيش اي ترتيب، سواء من ناحيه الارقام او سواء من ناحيه الالوان. اوكي يا شباب، ودلوقتي اي حد هيبص على الكوتشينه بتاعتنا هيلاقي ان الكروت فعلا عشوائيه جدا، مفيش فيها اي ترتيب بالشكل ده. دلوقتي هنبتدي نلم الكوتشينه بتاعتنا دي. هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نرتب الجزء ده زي الجزء العشوائي اللي عندنا ده بالظبط. طيب هنعمل ايه؟ هنبتدي بالولد. عندنا هنا ولد، هنلم الحاجات دي بالشكل ده اهو. عندنا هنا ولد هنحطه بالشكل ده، وهنبتدي نطلع الولد من عندنا هنا اهو، هنحطه كده. عندنا هنا رقم 1 هنبتدي نطلع رقم 1 من هنا هنحطه كده، وهكذا لحد ما كل الورق اللي هنا ينتهي ويبقى عندنا الجزء ده زي الجزء ده بالظبط. وبكده يا شباب احنا انتهينا. عندنا اول جزء من الكوتشينه بالشكل ده، عندنا تاني جزء من الكوتشينه شبيه بالجزء الاول تماما. هنا اول واحده ولد، هنا اول واحده ولد، هنا 4، هنا 4، وبقية الورق مترتب نفس الترتيب. اوكي، هنجيب اول جزء بالشكل ده هنحطه كده، وتاني جزء من الكوتشينه هنحطه فوق اول جزء بالشكل ده. ودلوقتي عندنا كوتشينه مقسومه لجزئين، والجزء مطابق لتاني جزء بالظبط. ودلوقتي لما نيجي نعرض قدام الشخص اللي قصادنا ونقول له عندنا هنا
كوتشينة عشوائية جدا مفيش فيها اي ترتيب. طبعا الشخص اللي قصادنا هيتأكد، هيلاحظ، هيبص مفيش اي ترتيب فعلا في الكوتشينة. اكيد مش هيلاحظ ان احنا عندنا الجزء الاول شبه الجزء التاني. طيب لو عايزين نلخبطها قدام الشخص اللي قصادنا علشان يتأكد ان الكوتشينة مفيش فيها اي ترتيب، ممكن تقسم اي اسم اهو. ممكن تقسم كمان او تلخبطها بطريقة انت فيها تحافظ على ترتيب الورق بالشكل ده. بالطريقة دي انت هتفضل فعلا محافظ على ترتيب الورق زي ما هو، او تقسم اكتر من اسم عادي خالص، مش هيفرق معانا في اي حاجة خالص. ودلوقتي لسه عندنا الكوتشينة زي ما احنا عايزينها بالظبط. طيب هنعمل ايه بقى في المرحلة دي؟ هنبتدي نقول له الكوتشينة اهي، يقسم من اي جزء. ممكن يقسم كده وياخد ورقة من ضمن الورق هنا، او ممكن بمنتهى البساطة نقول له اسحب اي كارت من الكوتشينة، ولما يبتدي يسحب فلنفترض سحب الكارت ده، هنبتدي ناخد الجزء اللي فوق ونحطه من تحت بالشكل ده. ودلوقتي هنقول له شوف الورقة بتاعتك، هيشوف الورقة. هنقول له حطها في اي مكان في الكوتشينة. فلنفترض مثلا ان هو حطها بالشكل ده هنا، طبعا هو اللي هيحطها بإرادته بالشكل ده. هنبقى مجهزين ورقة فيها التوقع بتاعنا واللي هو مكتوب فيها 27. هنقول له عد 27 ورقة. هقول لك على حاجة، لو انت لاحظت ان هو حط الورقة بتاعته في الجزء العلوي من فوق هنا، فاعرف ان الورقة بتاعته هتيجي رقم 28. طيب لو حط الورقة بتاعته في الجزء السفلي من تحت هنا، فاعرف ان الورقة بتاعته هتبقى رقم 27. طيب لو حط الورقة بتاعته في النص وانت مش قادر تحدد يا ترى هي فوق ولا تحت، وقتها بس هقول لك تعمل ايه دلوقتي حالا. هتخليه بعد ما توريه التوقع بتاعك هتقول له عد 27 ورقة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. في الوقت ده هتقول له بس استوب هنا، ما تعملش اي حاجة تاني. هتشوف الورقة دي وتبص فيها، دي رقم 28. هتبص فيها، لو كانت الورقة بتاعته هتقول له دي الورقة بتاعتك اهي بعد ما عدينا 27 ورقة. لو ما كانتش الورقة بتاعته، فكل اللي هتعمله بمنتهى البساطة هتقول له ورقتك اهي اللي هي رقم 27. بسيطة جدا. بعد ما يعد 27 ورقة هتقول له استوب ما تكملش، وتشوف الورقة بتاعته. طلعت الورقة بتاعته هنا اوكي، هي فعلا رقم 28. هنا هتقول له الورقة بتاعتك جت 27. احنا طبعا عشان حطينا الورقة بتاعتنا في الجزء العلوي من الكوتشينة، طلعت الورقة بتاعتنا رقم 28. يعني احنا لو دورنا على الورقة اللي هي مشابهة لدي هنلاقيها في الجزء ده اهي بالشكل ده. ودي كانت الخدعة بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى اللايك والشير الجميل، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.